رحت السوق النهارده، اشتريت كده شويه بزله وجبت كمان فراخ. تعالوا بينا نعمل روتين تحضيري كده سريع للغدا. يلا بينا نقول بسم الله وعلى بركه الله. فصصت البزله وغسلتها، وبعد كده الجزر قطعته كده وشويه الجزر دول عشان الشوربه. هنا هجيب بصلايه واقطعها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هحط عليها رشه من الملح والفلفل الاسود، وهدعك بيهم الفراخ كويس. الفراخ بكون نقعاها في محلول النقع اللي هو عباره عن ميه وسكر وملح وليمون. بتبل الفراخ بالبصله دي وبسيبها في التتبيله دي ربع ساعه كده قبل ما احطها في الشوربه. دي تركايه حلوه جدا، بتدي للفراخ طعم تاني خالص. انا بشوح الفراخ في حته سمنه بلدي، بس الصراحه انا النهارده ما كانش عندي سمنه بلدي فما شوحتش الفراخ. فكنت مجهزه ميه الشوربه فيها بصلايه وفيها جزر وفيها طماطم. بعد كده حطيت الفراخ وحطيت البهارات بتاعتي وهسيبها بقى تستوي براحتها. هبدا هنا ان انا هطبخ البزله. جبت بصلايه وقطعتها كده زي ما انتم شايفين. بعد كده حطيتها، حطيت عليها شويه زيت واديتهم تشويحه كده لحد ما وصل لونها للون الذهبي دون. رحت حطيت عليها البزله بالجزر. اكتبوا لي بقى التريكات بتاعتكم في طبخ البزله ايه. وبعد كده اديتهم تشويحه كده مع بعض. حطيت هنا معلقه صغيره من دبس الرمان وقلبت كويس جدا. بعد كده حطيت رشه من الفلفل الاسود وحطيت عليهم شوربه فراخ. هسيبهم كده يتشكشكوا شويه كده مع بعض. تعالوا بقى نجهز الطماطم بتاعتها. طبعا بضرب الطماطم في الخلاط وبعد كده بصفيها. اهم حاجه الخطوه دي اننا لازم نصفي الطماطم. بعد كده هي هنا بصوا عملت ازاي، بدات انها تدخل في السوي. هنزل عليها على طول بالطماطم اللي احنا عملناها مع بعض. ما تنسوش بقى تكتبوا لي التريكات بتاعتكم. حطيت هنا بابريكا وحطيت بهارات فراخ. دي بس البهارات اللي انا بحطها. شوفوا انتوا بتحطوا ايه تاني وحطوه. تمام. الملح انا الصراحه بحطه في الاخر. هنا الرز كنت عايزه اعمله رزه ورزه، فجبت شويه زيت حطيتهم. بعد كده حطيت شويه صغيرين من الرز، اديتهم كده تحميره في الزيت. وبعد كده اول ما لونهم يبقى ذهبي كده هحط عليهم بقيه الرز، علشان كده يبقى رزايه ورزايه. بلاش تخلوا لون الرزايه التانية اغمق علشان خاطر ما تبقاش طعمها محروق. تمام. بعد كده هنحط معيار الميه، وهي كوبايه الرز عليها كوبايه من الميه، نفس المعيار. بعد كده هحط الملح واقلب وهسيبهم بقى يستووا براحتهم خالص. هنا البزله خلاص دخلت في السوا، فحطيت عليها الملح. انا عارفه انها اسمها بسله بس انا فعلا ما بعرفش اقولها، وحاولت كتير ان انا اقول بسله بسله بس بقولها دايما بزله زي ما انا بقولها. والفراخ استوت. قبل الفراخ ما تستوي ب10 دقايق بحط لها الملح بتاعتها، وبعد كده بصفي الشوربه كده زي ما انتم شايفين، ما بقاش فيها اي حاجه خالص. برش على الفراخ رشه ملح، رشه فلفل، رشه بابريكا. وبعد كده بحمرها كده بقى في شويه زيت. انا عارفه ان الطريقه دي غير صحيه بالمره، بس بجد بتخلي طعم الفراخ حلو قوي. يعني واحنا بناكلها كده بتحس ان احنا بنرجع لايام الطفوله بجد، من كتر ما هي حلوه. ومش عارفه اقول ايه عليها الصراحه، بس انا بحبها قوي. اكتبوا لي برضو التريكات بتاعتكم في تحمير الفراخ. وبقى اهم حاجه تكتبوا لي بتتابعوني منين، ما تنسوش دي اهم حاجه. بصوا بقى الحلاوه بقى، الحصاد اجا هون. الفراخ استوت واتحمرت والرز استوى والبزله استوت. ودي بقى من الاكلات بجد اللي بحبها جدا طول السنه. البزله دي بحب اخزنها اصلا كمان في الفريزر. هجيب لكم الطريقه بتاعه تخزينها وهنزلها لكم. اهم حاجه ما تنسوش تتبرعوا المستشفى 57 357 باللي تقدروا عليه. وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.